اطول مطة نجرسكو جبن شفتها في حياتي ما بتخلص. يعني طول ما انت بتاكل في الطاجن كده هتلاقي المطة دي، وعندك في البيت بأقل التكاليف. ايه المصيبة دي؟ ويلا بينا اقول لكم على الطريقه. وهنا كانت بتتشوي وبتقول لي ارحمني. كل اللي هنحتاجه جبنه كريمي، جبنه تركي، جبنه موتزاريلا. طبعا المكرونه بتاعتنا نحط الميه على النار، بعد كده نجيب الطاجن بتاعنا، بعد كده هنعمل البشاميل بتاعنا وده سهل جدا. هنا بقى بنحط المكرونه على النار، بعد كده هنجيب الطاجن بتاعنا نسيحه كده زبده او سمنه على حسب ما انتوا بتحبوا. طبعا لازم تتوزع بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بعد كده التركايه هنا بقى اللي انا بعملها، هنجيب الطاجن هنحط فيه الاول البشاميل على السمنه. هنا المكرونه خلاص استوت هنصفيها من الميه، ننزل بشويه مكرونه بقى على البشاميل اللي احنا حطيناه، ووزع كده المكرونه، وزعها كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده التركايه القمر العظمه هنا هنحط معلقه جبنه كريمي وهنوزعها كده على الوش. بعد كده ننزل بالجبنه تركي او جبنه شيدر على حسب ما انتوا بتقولوا. بعد كده الجبنه الموتزاريلا ونغطي عليها طبقه المكرونه. بعد كده ننزل عليها بصوص البشاميل تاني. اخر تركايه هنا بقى وهي دي اللي هتعمل كل المط، هننزل عليها بمعلقه جبنه كريمي والجبنه الشيدر والموتزاريلا بتاعتنا، ويلا بينا على الميكروويف. وده كان منظرها في الاخر بعد ما خلصت. وهنا بقى كانت بتتسلق كده في الميكروويف، والصراحه صعبت عليا قلت اطلعها. هنا بقى المطه طازه، اطيس حاجه ممكن تاكلها. طول ما انت بتاكل الطاجن كده هتلاقوا المطه دي، حرفيا المطه ما كانتش عايزه تخلص. هنا انا بجد مش عارف اقول ايه، احلى من بتاعه المطاعم وعندكم في البيت وبطريقتكم انتوا، ولا تكلفه ولا غرامه، وداعا للاصحاب البيت يناديك بس كده.